السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناتي، أهلا بيكم. بقالي كتير ما عملتش فيديو، حبيت أرجع أعمل معاكم فيديو النهاردة عن حاجة تكون كده أقدر أفيدكم بيها وأديكم ريفيو عنها. النهاردة الريفيو طبي متعلق طبعا بزيادة الوزن والناس اللي عاملة ويت كنترول أو دايت أو ريجيم. هيكون الموضوع ان شاء الله مفيد بالنسبة لهم. النهاردة انا معايا ايه؟ انا معايا الفورات الكروماكس او ساشة اكياس الكروماكس انتشرت في الفترة الاخيرة، وطبعا اسمها ليميتلس كروماكس. وهي من سلسلة طبعا الكروميوم. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن اقراص الكروماكس، بس زي ما قلت لكم النهارده الموضوع جاي في شكل فوار، وكمان فوار طعمه لذيذ بطعم الاناناس للناس اللي دايما بتعاني من الطعم، خصوصا مع الفورات او الحاجات اللي بتكون يعني بتتاخد كمشروب بيبقى طعمها غير مستساغ. دلوقتي كروماكس نتكلم على سعره. هو سعره 230 وموجود في الصيدليات، يعني دي حاجة اخده تصريح وزارة الصحة، ودي اهم حاجة في الموضوع. عبارة عن 30 ساشيتس، يعني 30 كيس. بنستخدمهم ازاي؟ بنستخدمهم 3 مرات في اليوم قبل الوجبة بنص ساعة. بندوب الكيس في كمية مناسبة من المية، وهم محددينها اني على الكيس 200 ملي. هنجرب دلوقتي ان شاء الله مع بعض. طيب بيحتوي على ايه الكروماكس ده غير الكروميوم؟ كنت بس حابة قبل ما نتكلم عن حاجة ونقول التحذيرات اللي هو أصلا الشركة قايلة عليها، إن في حالات مرض السكر أو حالات مرضية للأمراض المزمنة طبعا بنستشير الطبيب قبل الاستخدام. هو مفهوش مشكلة لمريض السكر، بس احنا عشان عارفين ان كل المواد او الادوية اللي بتشتغل على الدايت بتشتغل على الانسولين، فعلشان ما يحصلش هبوط بنرجع للطبيب، ممكن يعدل لنا الجرعات قبل ما نستخدم الدواء. كمان لو في اي حساسية ظهرت، صعوبات في البلع، لان هو بيبقى قوامه تقيل شوية، لو سبناه هنتكلم في نقطة القوام دلوقتي. يعني نبقى بنشرب كمية مية كتير عند تناوله. مش مسموح للأطفال أقل من 18 سنة، ولا الحوامل ولا المرضعات، لاحتوائه طبعا على كافيين. واحنا عارفين ان كل المواد او الأدوية اللي فيها كافيين مش بتبقى متناسبة مع الحوامل ولا المرضعات. خليني من غير ما اطول عليكم اقول لكم كمان العلبة دي مكونة من ايه غير الكروميوم. فيها طبعا فيتامين سي، واحنا عارفين في قيمة فيتامين سي او فيتامين ج للدايت، ومهم جدا في عملية التمثيل الغذائي. وكمان فيتامين بي 3 ومستخلصات بقى للشاي الاخضر ولحبوب البن الاخضر، يعني جامع ما بين الشاي الاخضر والقهوة الخضراء. النسبة المئوية المسموحة يوميا بتتناسب مع دايت بيكون في حوالي 2000 سعر حراري. 2000 سعر حراري يعني انا شايفة انه كمية مناسبة جدا من الاكل. يعني هناكل طبعا من غير اسراف، ونكون مقللين بعض المواد اللي هي في النظام الغذائي المتحدد لينا، لكن 2000 سعر حراري مع الدواء وانه يعمل نتيجة فعالة، فانا شايفة ان دي حاجة كويسة جدا، يعني مش هنجوع. كمان في حاجة عايزة اقول لكم عليها، ان زي ما قلت لكم نقدر بنخففه بالمية. طعمه مستساغ جدا، حلو جدا، شبه العصير قوي وريحته. فان شاء الله هيكون مناسب ليكم. الحقيقة انا ما جربتهوش لسه، هبدأ معاكم ان شاء الله وهقول لكم على النتيجة. بس حبيت اقول لكم على ريفيو لمنتج طبي جديد نازل، مكوناته هايلة بصراحة وطعمه مستساغ.
تعالوا يلا نشوف بيتحضر ازاي. هنا انا في الكوبايه ضفت 200 ملي او يعني اقل حاجه بسيطه، وهنبتدي نضيف الفوار. بصوا بيجيب اللون كده فاتح، حاجه كده زي لون الاناناس وطعم الاناناس زي ما قلنا. كده احنا لسه مدوبينه. الحقيقه انا بحب طعمه يكون خفيف، ما يكونش تقيل. لو تقل هتحسوا حاجه كده زي الماده الجيلاتينيه. وبرضو بتبقى يعني سهله للناس اللي بتحب القوام يبقى اتقل وما بتحبش انها تشرب ميه كتير في الاساس. يا رب اكون قدمت لكم حاجه مفيده، وقولوا لي تجاربكم مع الدايت. طبعا التجارب الناجحه عشان نقدر نفيد بعض ونظبط وزننا قبل الشهر الكريم، وندخل على الصيام بصحة جيدة إن شاء الله. كل عام وانتم بخير.